رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اللامصالحة لا تشمل البعثيين والجماعات المسلحة التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين. الخزاعي وفي المهرجان الأول للمصالحة الوطنية أوضح أن مشروع المصالحة الوطنية تضمن أيضا مشاريع اقتصادية واجتماعية فضلا عن دمج أبناء العراق بوزارات الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى وجود تعاون يوقع من قبل الجماعات المسلحة بدعم العملية السياسية والدستور والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب. الحوار ينجح بإدخال 5 فصائل مسلحة وانضمامها لمشروع المصالحة الوطنية هي الجيش الإسلامي وجيش المجاهدين وأنصار السنة وكتائب ثورة العشرين وأهل الحق، بحسب ما ذكره مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي، ليلتئم شمل الجميع في مؤتمر المصالحة الوطنية الأول، والذي عد فرصة ومحطة للالتحاق بقطاره لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي، حتى ننشئ جيل آخر يعيش السلم وليس العنف والإرهاب. لدينا لجنة لتشخيص ومكافحة الفكر التكفيري. المصالحة الوطنية بالنسبة لي هو جزء من تحقيق العدالة الانتقالية. أساسا بالنسبة لي مفهوم المصالحة هو دمج المجاميع في المجتمع مرة أخرى. المشروع استثنى تنظيم القاعدة الإرهابي والبعث الصدامي المقبور من المصالحة، إذ أن الفصائل التي انضمت اليوم للمشروع بإمكانها الدخول بالعملية السياسية ودمج أبنائهم في المؤسسات العسكرية والمدنية وفق الأمر الديواني 2/18. دمجهم مؤسسات الدولة، رعايتهم والاهتمام بهم وحتى احترام آرائهم يكشف عن جهود مشكورة للحكومة. الإشارة كانت واضحة في المؤتمر إلى الصحوات التي لعبت دورا بارزا في القضاء على الإرهاب، وكانت السند للقوات الأمنية بالمعلومة الاستخبارية والعمليات المسلحة تحت إمرة القوات الأمنية العراقية. مشروع أساسي وله الدور الأساسي في بناء الدولة، ونطمح بالمرحلة المقبلة إن شاء الله يكون له الأسس التي تشق طريق الاستقرار للبلد. بعد أن بدأت المصالحة الوطنية مشروعا أضحت اليوم منهجا متعدد الجوانب استطاع استيعاب مئات الآلاف من المسلحين ودمج مختلف مؤسسات الدولة العراقية ليسهموا في بناء العراق الجديد. من بغداد، زيد الطائي، العراقية.